وتأتي وبعض المشاكل تأتي معه، ولكن في الأخير يتوج من طلب. العنزي نفسه يتقدم بقود المحاولة ولكنها تصل إلى حارس المرمى جلال حسن. مبارك احنا وصلنا إلى الدقيقة السابعة. في بعض الأوقات علي عدنان يتقدم ويسدد عند حارس المرمى نواف الخالدي. يعني في خطورة مو بنفس عدنان ترجان. فرصة أعطاه الفرصة علي عدنان تقدم وسريع العنزي يتقدم والمرتدة للكويت توصل ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. يعني مبارك لاعب ما يلاعب العنزي. الضربة الحرة انلعبت أمام المرمى ولكن أيضا يصيدها نواف الخالدي حارس الخبرة ليتمتع فيها، لذلك يصد. حتى سلمه وصلت صح والى الامام. حلوه اللعبه. يلا بس احنا نتكلم محمد لما نتكلم على ظهير من الثواني الاخيره للوقت بدل الضائع لاعب المنتخب العراقي ياسر قاسم راح وصلت في الجهه اليسرى، صارت اخطر امام المرمى تنحط ومره اخرى المطالبه بان جول لا ضربة جزاء، المطالبة بضربة جزاء. وأهم لقطة في المباراة شاهدناها مع نهاية الوقت بدل الضائع. لاحظ معاي الكرة تحولت بهذا الشكل يعني تكون عبرت أو ما عبرت. شوف مطالبة بضربة جزاء السريعة. الحوار الكويتي العراقي السريع المثير يستمر والانطلاقة والقذيفة القوية يمنعها القائم الأيمن، ومرة أخرى أيضا التسديدة وإلى الأمام توصل المنتخب الكويتي. برافو العراق. قبل قليل بمحاولة المنتخب الكويتي تحولت في الجهة اليسرى خطيرة جدا لمصلحة الأزرق ولاعب الأزرق يسدد ولكن يتمكن منها مباشرة حارس المرمى جلال حسن. يعني شفنا والضربة الركنية لمصلحة المنتخب العراقي والتحول بالجول ولكنها إلى خارج أرضية الملعب. عملها علي عدنان قوية مثل الكرات هذه مبارك إذا كانت وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. الكرة مشتركة تصل إلى حارس المرمى جلال حسن. وصلت في الأخير إلى فهد إبراهيم ومرة أخرى الكرة الكويتية. المطوع يعملها ويوصل بالكرة إلى العنزي